لقى ماجد واقف ووشه شاحب. خالد قال له بحدة: ايه اللي جابك هنا يا ماجد؟ ماجد قال له: جيت، كنت خايف انك تعمل حاجة تندم عليها. في حي هادي الدنيا قامت على خبر غريب. موظف بسيط اسمه أدهم اتقتل في شقته، والصدمة كانت إن الشقة مقفولة جوه بالقفل والشبابيك كلها عليها حديد. اللي اكتشف الجريمة كان سامي حارس العمارة. كان ريحة غريبة طالعاله من الشقة والناس اشتاكوا. سامي حاول يخبط على الباب لكن مفيش أي رد. جاب المفتاح الاحتياطي ولما فتح الباب اكتشف إن القفل مقفول من جوه. الشرطة وصلت بسرعة ومعاهم المحقق خالد المعروف بذكائه. دخل خالد الشقة ولاحظ حاجات غريبة. الجثة أدهم مرمي جنب مكتبه شكله مرعوب، وفي إيده ورقة مكتوب عليها رقم 302. سامي، انت اكتر واحد في العمارة بيشوف كل الناس. الليلة اللي حصلت فيها الجريمة كنت فين؟ كنت في اوضتي اللي هي جنب مدخل العمارة. كنت نايم وصحيت على صوت خبط في الشقة فوق، بس لما طلعت ابص ما لقيتش حاجة غريبة. طيب في اي حد دخل او خرج من العمارة وقتها؟ بصراحة شفت ماجد صديق ادهم دخل حوالي الساعة 2:30 الفجر، لكنه مشي بسرعة بعدها. طب ليه ما قلتش ده من الاول؟ ماجد قال لي انه جاي يطمن على ادهم، ما كنتش عايز اعمل مشاكل. سامي لما افتكر اكتر قال ان الشقة كان فيها ضوء غريب كأنه وميض خفيف، لكنه اختفى فجأة بعد صوت الخبط. نورة جارة ادهم، نورة كانت اول حد اشتبه فيه خالد، خاصة انها سمعت اصوات في وقت الجريمة وما طلعتش تشوف. خالد قال لها: ايه اللي منعك تخرجي تشوفي ايه اللي بيحصل؟ نورة ردت وهي بترتبك: انا كنت خايفة، الصوت كان غريب قوي كأنه حد بيتخانق او حاجة تقيلة بتقع. خالد قال لها: وليه ما استنيتيش لحد ما تتأكدي؟ نورة ردت: انا شفت مرة حاجة عجيبة زي ظل حد داخل الشقة بسرعة قبل الصوت ما يبدأ، بس كنت فاكرة انه ادهم. خالد شك ان الظل ده ممكن يكون القاتل، بس ما قدرش يستوعب ان نورة مخبية حاجة. في اي حد شفتيه داخل العمارة او خارج منها؟ نورة ردت بتردد: في شاب كنت بشوفه كتير الايام اللي فاتت مع ادهم، دايما كانوا بيتكلموا بهمس. خالد قرر يراجع كاميرات المراقبة لكنه اكتشف انها متعطلة من 3 ايام، وهي نفس المدة اللي بدأ فيها ادهم يقول كلام غريب عن الغرفة 302. ماجد صديق الضحية، خالد لاحظ ارتباك واضح على ماجد أثناء التحقيق، خاصة لما جابوا سيرة الغرفة اللي بتختفي. خالد قال له: أدهم كان بيقول لك إيه بالظبط عن الغرفة؟ ماجد رد وقال: كان بيقول إنه اكتشف حاجة كبيرة جوه الشركة، بس كان خايف يقول لي التفاصيل. طب ليه ما حاولتش تساعده أو تبلغ الشرطة؟ ماجد رد عليه بارتباك، قال له: هو طلب مني ما ادخلش في الموضوع، قال إن اللي بيدخل ممكن ما يخرجش، وأقسم لي إنه هيمسح أي دليل. خالد لاحظ إن ماجد عارف أكتر وقرر يراقبه في السر. في وسط بحث خالد لقى في مكتب أدهم ملف قديم متعلق بشركة كان بيشتغل فيها. في الملف كان مكتوب عن غرفة 302 وإنها كانت غرفة تخزين في الشركة، لكنها اتقفلت بعد حادثة غريبة حصلت فيها. خالد رجع مكتبه وبقى يقلب في الأدلة. فجأة تليفونه رن وكان رقم مجهول. الصوت كان هادي وبارد: لو عايز تعيش انسى الموضوع ده، الغرفة دي ليها أصحابها. خالد بص حواليه بخوف والإضاءة حوالينه بدأت تضلم تدريجيا. بعد المكالمة الغريبة المحقق خالد ما قدرش يسيب الموضوع. إحساسه كان بيقوله إن الجريمة دي أكبر من مجرد حادثة قتل. في نفس الليلة رجع خالد لمكتبه وقرر يفتح تحقيق في شركة أدهم القديمة بشكل أعمق. لما خالد سأل الموظفين القدامى عن الغرفة كلهم كانوا بيتفادوا الكلام عليها كأنهم خايفين. أخيرا لقى موظف قديم اسمه الحاج رضوان اللي وافق يتكلم. الغرفة دي لعنة يا بيه، من سنين كان فيها اجتماع لمجموعة من الموظفين. بعد الاجتماع مفيش ولا واحد فيهم خرج منها. لما فتحناها تاني يوم لقيناها فاضية كأن الأرض بلعتهم. من ساعتها الشركة قفلتها ونسيت الموضوع. خالد قرر يرجع الشركة بالليل، كان عارف إن المدير مش هيسمح له بالتحقيق جواها، فدخل بطريقة غير قانونية. وهو ماشي في الممرات المظلمة حس بأصوات غريبة جاية من اتجاه الغرفة 302 زي همسات وصرخات مكتومة. لما وصل للباب لقى عليه نفس الرقم اللي كان مكتوب في ورقة أدهم 302. خالد فتح الباب ببطء ولقى صندوق لكنه كان مفتوح.
وجواه رسالة جديدة: اللي يدور على الحقيقة لازم يكون مستعد يدفع الثمن. قبل ما خالد يقدر يرد سمع صوت بيهمس في كل أركان الغرفة: الخروج من هنا مش مضمون. خالد رجع لشقة أدهم بعد ما جمع الأدلة، وكان في يقينه إن الحل موجود جوه الشقة نفسها. بص حواليه، كل حاجة كانت زي ما هي، لكن حاجة واحدة اختلفت. كانت في ورقة ملزوقة على باب الشقة مكتوب عليها: ابعد عن الموضوع ده وإلا الغرفة هتاخدك انت كمان. بدل ما يخاف، خالد دخل الشقة بتحدي. لاحظ إن كل حاجة في الشقة مترتبة باستثناء دولاب صغير في الزاوية كان مخلوع منه ضرفة واحدة. قرر يفتش جوه، لكنه لقى ملاحظة صغيرة مكتوبة بخط أدهم: الغرفة 302 مش مجرد غرفة، اللي يدخلها ما يخرجش زي ما كان، بس القاتل دايما بيكون قريب منك أكتر مما تتخيل. الكلام ده رج خالد، لكنه ركز. فجأة لقى ماجد واقف ووشه شاحب. خالد قال له بحدة: ايه اللي جابك هنا يا ماجد؟ ماجد قال له: جيت، كنت خايف انك تعمل حاجة تندم عليها. خالد قال له: عارف ايه اللي حصل لأدهم صح؟ ماجد زعله وقال له: مش انا اللي قتلته، انا كنت بحاول احذره لكنه فضل يدور في حاجات ملهاش لازمة. خالد قرب منه وقال له: مش انا اللي هحكم، أدلة أدهم قالت لي ان القاتل هو شخص عزيز عليه وكان عارف عنه كل حاجة. فجأة ماجد بينهار وقال له: ما كانش قصدي، هو كان بيهددني انه يكشف اللي عرفته عن الغرفة 302. قال انه هيوصل الحقيقة للكل، بس لو حصل ده انا كنت هبقى الضحية الجاية. ماجد اعترف انه ما قتلش ادهم بشكل مباشر، كان مخطط يخوفه بس. لكن ادهم لما عرف الحقيقة حاول يقفل الموضوع، والغرفة تدخلت بطريقة مش مفهومة. ماجد قال الغرفة مش مكان عادي، اللي يدخلها بيرجع شخص تاني او ما بيرجعش خالص. خالد قال له: يعني اللي قتل أدهم هو الغرفة نفسها؟ ماجد رد وقال له: محدش عارف، بس أدهم كان آخر واحد دخلها. خالد قرر يروح الغرفة 302 علشان يكشف السر بنفسه. الباب اتقفل ورا خالد وبدأ يسمع همسات مكتومة، بعدها صمت تام.